1600 جنيه ده سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر دلوقتي. اما سعر عيار 21 فبيوصل لاكتر من 1410 جنيه، ودي اعلى سعر وصل له الذهب في مصر. طب يا ترى ده الوقت المناسب ان انا اشتري ولا ابيع؟ مبدئيا الذهب اللي حضرتك بتروح تشتريه في مصر السعر بتاعه بيتكون من حاجتين. اول حاجة منهم السعر العالمي للذهب. دلوقتي أوقية الذهب دي اللي هي الوحدة اللي بتقاس بيها الذهب اللي بتساوي حوالي 31 جرام بتساوي تقريبا 1756 دولار وقت تصوير الحلقة. اما بقى حضرتك بما انك مواطن عايش في مصر فانت بتشتري الذهب بالجنيه المصري، فعشان كده السعر العالمي ده لازم يتحول بما يوازيه بالجنيه المصري. وحاليا سعر الدولار بيساوي حوالي 24 جنيه و60 قرش ده لكل دولار. ولكن احبك تبقى عارف ان مش ده السعر اللي حضرتك بتشتري بيه الذهب. ليه؟ لان تجار الذهب الكبار بيسعروا الذهب على سعر تقريبا 28 جنيه لكل دولار. ده السعر بتاع السوق السوداء، ده يعتبر اول جزء انت بتشتري بيه الذهب. ولكن الباقي او الاضافة اللي على سعر الذهب الاصلي بيبقى عليه مصنعية، واقل مصنعية بتبقى موجودة زي ما قلنا اكتر من مرة بتبقى في السبائك الذهبية وبتبقى في جنيهات الذهب. طيب اشتري ولا ابيع الذهب؟ احبك تبقى عارف ان اكبر اعداء للذهب هم قوة الدولار وارتفاع اسعار الفايدة بالذات على الدولار. لقينا ان في خلال 2022 امريكا رفعت الفايدة على الدولار بطريقة غير مسبوقة، وده اللي كان ليه الاثر السلبي جامد جدا على اسعار الذهب. ولكن استمرار رفع اسعار الفايدة ده مش متوقع انه يكمل الفترة اللي جاية. ليه؟ لان امريكا لما بترفع اسعار الفايدة ده بيعمل عندها تباطؤ في الاقتصاد الامريكي. واكبر دليل على كده ان احنا لقينا البطالة في امريكا المعدل بتاعها ابتدى يرتفع اكتر من المتوقع الفترة اللي فاتت. مش بس كده، ده كمان التضخم في امريكا ابتدى ينحصر بطريقة اكتر من المتوقع، يعني وصل ل 7.7 بدل ما كان متوقع 8%. وده اللي خلى واحد من اكبر البنوك في العالم وفي امريكا بنك جولدمان ساكس توقع ان اسعار الذهب توصل ل 2250 دولار لأوقية الذهب الواحدة. مش بس كده، ده كمان في واحد من اكبر البنوك في العالم وفي سويسرا اللي هو بنك UBS كان اكثر تشاؤما شوية بالنسبة لاسعار الذهب. هو قال ان اسعار الذهب هتعلى، ولكن قال ان هي هتوصل ل 1900 دولار للأوقية الواحدة. واللي عزز من الاراء دي الاجتماع اللي تم لأعضاء البنك الفيدرالي الامريكي اللي هو البنك المركزي الامريكي اللي بيحدد اسعار الفايدة. الاجتماع اللي تم يوم 23 نوفمبر الجاري، واللي كان رأي اغلب الاعضاء بتوعه ان نهدي وتيرة رفع اسعار الفايدة. يعني ببساطة الفترة اللي جاية اللي متوقع ان هم يرفعوا اسعار الفايدة ولكن بوتيرة اقل. يعني بدل كل اجتماع يرفعوا 1.25% زي الفترة اللي فاتت، لا ممكن يرفعوا 0.5% في الاجتماع الجاي اللي هو في ديسمبر اللي جاي، وبعد كده يبدأوا يقللوا. يعني مثلا ترتفع بنسبة 0.5% لمدة مثلا اجتماع او 2 ويوقفوا ارتفاع اسعار الفايدة. لان زي ما قلنا ارتفاع اسعار الفايدة ده ليه تأثير سلبي جدا على الاقتصاد الامريكي. وده اللي خلى ان في تقارير ومقالات كتيرة جدا ابتدت تنزل الفترة دي، خصوصا بعد اجتماع امبارح بتاع الفيدرالي الامريكي بتقول فيه ان الذهب هيبتدي يصعد تاني بقوة بعد ما الفايدة في امريكا هتبتدي تستقر. طب هل نتيجة ده ان انا اروح لامم كل الفلوس بتاعتي ونازل اشتري بيها ذهب علشان التقارير اللي انا قلتها دي بتقول ان الذهب يمكن يطلع الفترة اللي جاية؟ هقول لحضرتك اكيد لا، لأكثر من سبب. اولهم ان الابحاث والتقارير اللي بيتم اصدارها من مؤسسات كبيرة جدا زي بنك UBS او جولدمان ساكس او غيرها من المؤسسات الدولية دي بتتوقع اللي هيحصل بناء على الاحداث الراهنة او الاحداث اللي موجودة حاليا. ولكن قد يطرأ جديد في الفترة اللي جاية يغير بعض الشيء من التوقعات دي. فما يفضلش ان انت تاخد كل الفلوس بتاعتك وتشتري بيها مرة واحدة، وما يفضلش طبعا ان كل تحويشة عمرك او كل الفلوس اللي انت معاك وناوي تستثمرها تحطها كلها في حاجة واحدة. حط جزء منها في الذهب
ولو عايز الجزء ده كمان ما تحطوش مرة واحدة، حطه على أجزاء. مثلا اشتري كل أسبوع بجزء لمدة مثلا 4 أو 5 أو 6 أسابيع. ده كمان لأن الذهب استثمار طويل الأجل، ما ينفعش ان انت تشتري النهاردة وتبيع بعد أسبوع أسبوعين. خد في بالك المصنعية اللي قلت لك عليها في أول الحلقة دي هتقلل جدا من مكاسبك أو ممكن تخليك تخسر لو بعت بسرعة. تاني حاجة، في أكتر من مكان في الوقت الحالي حضرتك ممكن تلجأ له وتحقق منه عائد قوي جدا بالنسبة للاستثمار. حاجة مثلا زي البورصة واعدة جدا في الفترة اللي جاية، وده مش كلامي، ده كلام برضو واحد من أكبر البنوك اللي احنا قلنا عليه اللي هو بنك جولدمان ساكس. بيتوقع أن البورصة المصرية ممكن تشهد ازدهار قوي جدا في الفترة اللي جاية. ده غير انها طلعت تقريبا في الشهر اللي فات ده حوالي 23%، وده طبعا غير الاستثمار في العقار او الشهادات البنكية. الخلاصة، وزع استثماراتك، ما تحطهاش كلها في مكان واحد. اما بقى الرأي اللي بيقول استغل الاسعار العالية دي بالنسبة للذهب وبيع، هقول لحضرتك انا شخصيا من انصار ان انت ما تبيعش الذهب غير لوقت العوزة. يعني ان انت احتجت الفلوس بتاعته ضروري جدا فان انت تبيعه، ولكن القرار برضه يرجع لحضرتك. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو لايك وشير وفولو. انا ايهاب يعقوب ودي بانكينج شانل.